يا أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قصص واعترافات. النهاردة معانا اعتراف يهز الجبال، حكاية محدش بيحكيها في العلن، بس إحنا هنا أهل. يلا بينا نبدأ. حكايتنا بتحكي وتقول: في مرة دخلت الغرفة ولقيت عماد ابن خالتي دخل ورايا. قلت له: عيب عليك، حد يشوفنا يا واد، عيب عليك، ده أنا مرات ابن خالتك. قال لي: عيب ايه بس؟ انتي مش شايفة نفسك ولا ايه؟ ده انتي طلقة العيب، هو اني اسيبك مع واحد مشاعره ميتة زي ابن خالتي؟ قلت له: طيب مش دلوقتي، بلاش دلوقتي عشان محدش يشوفنا، خلينا بالليل. قال لي: وانا هقدر استحمل اللي بالليل؟ عايزة اقول لكم ان الموضوع ما بدأش كده خالص. الموضوع بدأ من ساعة ما اتجوزت طارق. أول شهر كانت الدنيا كويسة جدا والحياة وردي زي ما بيقولوا، وقضيت أحلى شهر في حياتي. بس بعد كده حصلت المشكلة. طبعا بيدور في دماغكم دلوقتي سؤال، وهو انتوا لحقتوا تتجوزوا علشان يحصل مشاكل بينكم؟ بس الإجابة كانت لأ. أنا مش قصدي مشاكل عادية، لكن كانت مشاكل من نوع تاني. كانت كل المشاكل تتمثل تحت كلمة واحدة بس، وهي الإهمال. الإهمال اللي يخلي أي ست مهما كانت قوية تضعف قدام كلمة حلوة من أي حد، حتى لو بينها وبين نفسها. وبالفعل أنا جوزي أهملني بعد شهر من جوازنا بحجة شغله، وبالمناسبة هو شغال طبيب في عيادة خاصة، يعني كل يوم بيكون في عمليات غير التانية. دايما بيأخر ووقته قليل جدا. بدأت إن أنا مهتمش ومركزتش معاه علشان ما نتخانقش، لأن دي طبيعة شغله، يعني مفيش بالإيد حيلة. وحتى لما كنا بنتخانق كان بيرد عليا بجملة واحدة بس، وهي: أعمل إيه يعني يا لميا، ما أنا بشتغل علشان أجيب فلوس، علشان أعرف أصرف عليكي، علشان ما تبقيش محتاجة أي حاجة. غلط في إيه يعني؟ كان كل مرة يرد عليا نفس الرد، لحد ما قررت إني أنا أسكت وأقفل الموضوع ده وأعيش عادي زي أي اتنين. قعد شهر واتنين وتلاتة واربعة لحد ما وصلنا 6 شهور على الحال ده. حتى ما كانش بيقرب لي غير مرة أو مرتين في الشهر. أكيد انتوا حاسين بيا، أنا برضو ست وعايزة أحس بأنستي، عايزة أحس إني متجوزة. حاجات كتير نفسي كنت عايشها، بس كل ده كان بالنسبة لي أحلام. المشكلة مش هنا، المشكلة بدأت تحديداً يوم ما كنا على الفطور أنا وخالد طارق وابنها. كنت دايماً متعودة ناكل سوا بدل ما أكون يعني لوحدي، لأن طارق كان ساعتها في العيادة. قعدنا ناكل واتفاجئت إن عماد اللي هو ابن خالتي كان مركز معايا قوي، مركز معايا بشكل غريب. في الأول افتكرته مش قصده أو إنها يعني صدفة، لكن هي مش صدفة. باصص عليا أو على جسمي يعني تحديداً، خصوصاً إني كنت لابسة روب كده مريح شوية، ولكن أنا ما كنتش واخدة بالي. حاولت أتجاهله ومركزتش معاه. خلصنا أكل وقمت رحت الغرفة شوية، وحسيت بيه واقف ورايا، وفجأة لقيت اللي بيقولي: أنا حاسس بيكي يا لميا. لما قال الجملة دي كان درجة إن ما كانش فيه أي مسافة بيني وبينه. ساعتها كان جسمي سخن جدا لما قرب مني، عينيا كانت مفتوحة على آخرها، قلبي كان بيدق بسرعة لحد ما خرج من الغرفة. وهنا ما كنتش قادرة أمسك نفسي. بقالي كتير جدا محدش قرب مني بالشكل ده. حاولت ما بينش أي حاجة وخرجت من الغرفة. قدمت الشاي وسط نظراته اللي كانت متابعاني في كل حركة بعملها. مركزتش معاه لحد ما خالتي نزلت، وهو كان نازل كده وراها. بس قبل ما ينزل قالي: على فكرة الفطور كان حلو، تسلم ايدك. ومش الفطور بس اللي حلو، انتي كمان كنتي حلوة قوي. قالي الجملة دي ونزل وسابني. إحساسي الغريب جدا مقسوم بين اتنين. أول إحساس بيقولي: إيه اللي انتي بتعمليه ده يا لميا؟ ابن خالتك ما ينفعش. أما الإحساس التاني
وهو إني كنت مبسوطة قوي باللي حصل، لدرجة إني كنت كل شوية أفتكر الموقف وكنت بدوب من نوايا. انتهزت إن طارق لسه مجاش ودخلت جهزت نفسي، لبست طقم حلو، حطيت البرفيوم بتاعي اللي بيحبه وفضلت مستنياه لحد ما رجع. كان مستغرب من اللي أنا عاملاه، قال لي ده انتي باين عليكي كده مزاجك رايق. قلت له جدا. يلا بقى ادخل الحمام علشان تاخد دش عقبال ما حضر لك هدومك. قال لي مالك يا لميا، انتي كويسة؟ قلت له حاسة إننا بقالنا كتير بعاد عن بعض، عايزين نقرب شوية بقى. قال لي فجأة حسيتي بكده؟ قلت له طب بقولك ايه، النهاردة مش وقت كلام، احنا عايزين نستغل كل دقيقة النهاردة. قال لي بس أنا تعبان النهاردة جدا. حطيت إيدي كده على بقه وقلت له طارق انت بقالك كتير بعيد عني. ايه، ما وحشتنيش؟ قربت منه لدرجة إني كنت داخلة في حضنه. قلت له انت مش حاسس بيا ولا ايه؟ قال لي لا يا حبيبتي طبعا حاسس بيكي. قلت له خلاص، يبقى ادخل خد الحمام وتخرج بسرعة، ما تتأخرش. دخل الحمام وانا حضرت له هدومه، وتقريبا بعد ربع ساعة كده خرج ولبس هدومه وجي يقعد قدامي على السفرة. قال لي لأ، بس باين عليكي كده إنك مبسوطة قوي النهاردة. قلت له طول ما أنا معاك لازم أكون مبسوطة. كان نفسي أقوله إنه يبادلني نفس الكلام أو حتى نظرات، بس هو طبعا كان مركز في الأكل، كان بياكل وكأني مش قاعدة معاه من أساسه، وأنا معلقتش على تصرفاته علشان اليوم يكمل كويس. لحد ما هو خلص أكل قال لي الواحد كان جعان قوي، يا دوبك أدخل أنام علشان عندي بكرة عملية بدري. قلت لنفسي بس هنا بقى ما كانش ينفع أسكت. قلت له نعم، تدخل تنام يعني إيه؟ قال لي أنا تعبان والله يا لميا، خلينا يوم تاني. قلت له يوم تاني إيه يا طارق؟ بقولك أنا عايزاك النهاردة، محتاجالك. في إيه مالك؟ قال لي مفيش حاجة، بقولك تعبان، مش هيحصل حاجة لو اتأجلت ليوم تاني أكون فايق فيه حتى. قلت له والله هو أنت بتوفق إمتى أصلا؟ أنت طول الوقت في شغلك، هتبقى معايا إمتى؟ قال لي أنت تاني هنتكلم في الموضوع ده؟ أنت ما بتزهقيش؟ قلت له طارق أنت بقالك قد إيه ما لمستنيش؟ قال لي مش فاكر، وأكيد يعني مش هركز في حاجة زي دي. قلت له ليه ما تركزش، هو أنا مش مراتك ولا إيه؟ ولي عليك حقوق. قال لي حقوقك بتاخديها على أكمل وجه، أما الموضوع اللي في دماغك ده ممكن يستنى شوية. قلت له أهو الموضوع اللي في دماغي ده بقى ما ينفعش يستنى، خصوصا لما أكون متجوزة، والمفروض إني يعني متجوزة راجل اللي بحبه. قال لي وبعدين عايزة إيه يعني يا لميا؟ قلت له عايزة أحس إني متجوزة يا طارق. قال لي وإنتي مش هتحسي إنك متجوزة غير لما نعمل كده؟ قلت له أمال هو الجواز يعني بالنسبة لك إيه؟ قال لي الجواز مش مجرد سرير بس يا لميا، في حاجات تانية غير الموضوع ده، والحاجات التانية موجودة، والموضوع ده بس هو اللي ناقصني، يبقى تستحملي شوية، ما عنديش حل غير ده. قلت له طب على فكرة بقى، الجار اللي فوقنا كان بيحاول يعاكسني. قال لي أعمل إيه يعني؟ قلت له بيعاكسني يا طارق، بقولك بيعاكسني. قال لي الجار متجوز على فكرة. قلت له هما المتجوزين مش بيعاكسوا يعني؟ رد عليا وقال لي هو انت عندك ايه زيادة يعني على اللي عند مراته؟ انتوا الاتنين ستات زي بعض، واللي موجود هنا زي اللي موجود هنا، يبقى مفيش اي سبب يعني ان هو يعاكسك. قلت لي يعني انت مش غيران؟ قال لي اغير لما يكون الموضوع بجد، مش قصة لسه مخترعاها دلوقتي. انا داخل انام، تصبحي على خير. وفعلا دخل نام. على فكرة انا عايزة اقول لكم على حاجة، الجار ما كانش بيعاكسني ولا حاجة، ودي فعلا قصة أنا اخترعتها بس علشان كان نفسي يعني أحس إن هو غيران عليا، نفسي أشوفها في عينه. رحت بصيت كده على نفسي في المراية، بصيت على جسمي ناقصني إيه أنا علشان يبقى مرغوب فيا. متجوزة راجل مش مقدر الست اللي معاه. اتنهدت كده بحزن ورحت نمت جنبه، وأنا كنت لسه بنفس اللبس اللي أنا كنت لسه لابساه علشانه. صحيت تاني يوم ما لقيتهوش جنبي، لقيت ورقة مكتوب فيها أنا رايح العيادة 3 أيام.
رايح مؤتمر طبي في القاهرة علشان عندي محاضرة وجنبها 5000 جنيه. قمت علشان أفطر، لكن حتى ما كانش ليا نفس. لقيت خالته بتتصل بيا وبتقولي أنا عارفة إن طارق سافر النهاردة وإنها هتطلع تتغدى معايا علشان ما بقاش لوحدي، بس برضو أنا ماليش نفس لأي حاجة، ولكن وافقت علشان ما أقعدش لوحدي حتى لو مش هاكل. جهزت الغدا وهي كانت موجودة معايا، وطبعا عماد ابنها طلع معاها. خلصنا أكل ودخلت الغرفة أجهز القهوة، لقيته جاي ورايا كده وبيقولي على فكرة أنا سمعتكم امبارح وانتي بتتخانقي مع طارق، كنتي بتتخانقي معاه ليه؟ قلت له عادي، مشاكل عادية. قال لي علشان بيأخر صح؟ قلت له انت عرفت منين؟ قال لي علشان ده السبب اللي أي ست بتتخانق علشانه لو جوزها مشغول وسايبها. كمان انتي مش أي ست، ده انتي ست الستات. ابتسمت كده. قال لي هو الخسران والله، هو في حد عاقل يسيب الجمال ده كله ويمشي؟ وقلت له روح قول لابن خالتك. قال لي ده عيل حمار مش مقدر النعمة اللي هو فيها. عليا النعمة انت لو مراتي ما هتحرك من البيت؟ لا بيت ايه، عليا النعمة ما هتحرك من السرير. قلت له ما تبطل قلة أدب بقى يا واد. قلت له يا ريت طارق كان كده. قال لي وهو أنا وطارق ايه، احنا واحد. قلت له بس يا واد عيب كده، يلا امشي بره علشان أمك ما تاخدش بالها. كلامه كان بيخليني بموت من جوايا. رجع تاني صحيني بعد الليلة الغم اللي قضيتها امبارح. خرجت بره، قدمت القهوة، قعدت قدامه وهو حرفيا كان بياكلني بعينيه، باصص على كل حتة فيا، لحد ما خالته قامت ونزلت وهو قرب من ودني كده وقال لي هرجع لك تاني. قلبي ساعتها دق بسرعة جدا. دخلت بسرعة لبست قميص اللي كنت لبسته امبارح، ولبست عليه روب كان قصير شوية. وبعد ساعتين كده بالظبط الباب خبط، فتحت له، وقفت قدامه. أول ما شافني كده اتفاجئ باللي أنا لابساه، مش مصدق نفسه من المنظر اللي قدامه. قلت له بدلع كده عايز ايه يا واد؟ قال لي عايزة نور الرضا يا ست الستات. قلت له طيب مش هتدخل الأول بدل ما حد يشوفك كده وانت بتنون الرضا؟ مجرد ما قفلت باب الشقة قرب عليا لدرجة إني كنت ملزوقة في الحيطة. فضل يقول لي ريحتك تجنن. كان بيكمل كلامه وأنا تايهة في عالم تاني. مشي بيا لحد ما وصلنا للصالون ولسه هيكمل، وسمعت صوت الباب بيخبط. اتنفضت بسرعة من مكاني وجريت على الباب. بصيت من العين السحرية، لقيت اللي بيقول لي افتحي يا لما، أنا طارق. قلت له استنى يا طارق عشان أنا. قال لي وطي صوتك بدل ما الناس تسمعك، وبعدين يلا بسرعة علشان أنا مستعجل. قلت له ما قلتلك استنى شوية، هلبس أهو. كنت خليت بقى عماد ساعتها يدخل أوضة المكتب، وأنا جريت بسرعة جبت من أوضة النوم كده روب طويل علشان أغطي نفسي بيه، ورحت فتحت له. قال لي إيه كل ده بتلبسي؟ ويا ريتك في الآخر يعني لبستي أصلا. قلت له لو مش هقعد في البيت براحتي يعني هقعد فين؟ قال لي مش وقتي خالص على فكرة. دخل على أوضة النوم. قلت له هو أنت إيه اللي جابك بدري؟ قال لي نسيت حاجة مهمة. قلت له طيب مش هتقعد شوية؟ قال لي لأ ما ينفعش يا لميا، خليها بعدين. بعد ما جهز كل حاجة لقيته دخل الحمام، ودي كانت فرصة كويسة جدا علشان عماد يخرج. شاورت له بسرعة وفعلا خرج وجري على باب الشقة، بس في اللحظة دي سمعت صوت باب الحمام بيتقفل. ده معناه إن طارق خرج. عماد جري بسرعة على السلم وأنا قفلت الباب بهدوء. لقيته جاي واقف قدامي كده. قلت له بقى هتروح؟ قال لي معلش يا لميا، بس دي ظروفي وظروف شغلي، لكن أوعدك يا حبيبتي هاخد أجازة وهعوضك عن كل ده. مشي وسابني زي كل مرة لوحدي. ممكن ألوم نفسي على اللي أنا عملته، بس أنا نفسي أعرف أنا متجوزة ليه؟ متجوزة بس علشان يصرف عليا وخلاص؟ خلاص كده ماليش حقوق تانية؟ ومش شرط يعني يكون الحق الشرعي بس، ولكن فكرة إني أكون لوحدي دي مين يتقابل بيها؟ أنا اتجوزته علشان يبقى قاعد معايا، نخرج سوا، ناكل سوا، نتكلم ونضحك مع بعض، نشارك ذكرياتنا. زمان حاجات كتير قوي كان نفسي أعملها معاه، بس فايدتها إيه بقى وهو مش معايا؟ قعدت على الكنبة وسندت ظهري كده عليها، وبعد شوية تليفوني رن. كان عماد، بس ما ردتش عليه ونمت. لما صحيت لقيت حاجة كده غريبة جدا. لقيت عماد اتصل بيا 20 مرة، 20 مرة حرفيا مش مبالغة. أما طارق ما اتصلش بيا أساسا. مسكت التليفون وبفكر أتصل بيه ولا لأ، لكن هو كان سابقني واتصل بيا.
رديت. قال لي انت كويسة؟ قلت له كويسة، في ايه؟ قال لي مفيش، بس كنت قلقان عليكي قوي لما ما ردتيش عليا. قلت له تقلق عليا ليه يعني؟ قال لي اكيد مش علشان انتي مرات ابن خالتي يعني. قلت له بس انا مرات ابن خالتك فعلا يا عماد. قال لي لكن انا مش بعتبرك كده، انتي اهم من كده بكتير عندي. قلت له مش حقيقي. قال لي لا حقيقي وجدا كمان. قلت له مش حقيقي يا عماد. قال لي انا عيني عليكي من زمان يا لميا، من اول ما شفتك، من اول ما شفتك مع طارق اول مرة، من ساعتها وانا مش قادر اطلعك من دماغي. قلت له وقدرت تسكت كل ده؟ قال لي ما كنتش قادر اتكلم ولا بين لك اي حاجة. قلت له طب واخرتها ايه؟ قال لي انتي مرتاحة مع طارق؟ قلت له بحاول. قال لي بتحاولي ايه يا لميا؟ انتي مش عارفة تعيشي اساسا، ما توهميش نفسك. قلت له ما عنديش حل تاني. قال لي لا عندك. قلت له ايه هو؟ قال لي تطلعي منه. قلت له هو ده عادي؟ قال لي ومش عادي ليه؟ قلت له طب هعمل ايه بعدها؟ هبقى مطلقة وانا معداش على جوازي سنة، تفتكري الناس هتقول ايه؟ قال لي طز في الناس، اطلبي منه الطلاق ونتجوز بعدها. قلت له ده مستحيل يحصل، مين هيسيبنا نعمل كده أصلا؟ قال لي هو ده اللي هيحصل يا لميا، أنا مش هسيبك، مش هسيبك تبقي بعيد عني أكتر من كده. قلت له طيب أنا هقفل دلوقتي علشان محتاجة أنام. قال لي طيب بقولك إيه، أنا أمي نامت، إيه رأيك لو أطلع ليكي ونقعد شوية مع بعض؟ قلت له لا يا عماد، أنا تعبانة وعايزة أنام. قفلت معاه وأنا جوايا حيرة، حيرة كبيرة جدا، مش عارفة أعمل إيه، أسيب نفسي ولا أسكت وحافظ على بيتي. معداش 5 دقايق بالظبط ولقيت الباب بيخبط. رحت فتحت، قلت له أنا قلتلك هنام يا عماد. قال لي انتي فاكراني زي طارق ولا إيه؟ لما تقوليلي هنام هسكت وأسيبك. قلت له عايز إيه دلوقتي؟ قال لي مش عايز غيرك انتي. دخل من باب الشقة وقفل وراه، قرب مني قلت له عماد ما ينفعش كده، ما ينفعش يا عماد. بس هو طبعا ما كانش مركز معايا تماما، فضل مكمل، وأنا كنت خلاص سلمت نفسي، ما كنتش قادرة أقاوم، ما كنتش قادرة أقاوم أكتر من كده. دخلنا الأوضة وحصل اللي حصل تاني. تاني يوم صحيت لقيت نفسي في حضنه. قلت له عماد، يا عماد قوم. قال لي إيه يا قلبي؟ صباح الخير. قلت له صباح النور يا حبيبي، تحب أحضر لك الفطار؟ قال لي مش عايز فطار. قلت له أقوم أحضر لك أكل، أنت بذلت مجهود كبير. قلتها وضحكت بكسوف. ساعتها كان بيضمني أكتر وقال لي لأ خليكي معايا، ومش عايز حاجة من الدنيا كلها غيرك انتي وبس. قلت له تعرف إن طارق عمره ما دلعني، حتى لما كان بيكون فاضي وقاعد معايا قبل يعني ما يكون هو في الشغل طول الوقت بالمنظر ده. قال لي طب ينفع بقى نسيبنا من طارق دلوقتي خالص؟ قلت له إزاي يا عماد؟ ما هو جوزي. قال لي هو ما يستاهلش تكوني معاه، انتي تستاهلي واحد يبقى مقدر الجمال والنعمة اللي في إيده. قلت له بس طارق جوزي وأنا بحبه، ومش معنى إننا عملنا كده مع بعض إني مش بحبه، لأ أنا بحبه، بس هو غبي ما بيعرفش يشوف اهتماماتي. قال لي يعني أنا ماليش لازمة كده؟ طيب تمام، أنا هقوم أمشي وانسى كل اللي حصل ده. مسكت فيه، قلت له لأ طبعا، أنت حبيبي، أنا ما أقدرش أستغنى عنك، أنت الوحيد اللي فهمني. قال لي أنت ما بتحبنيش يا لميا. قلت له يا واد خلاص بقى، بلاش تبقى قافش كده، وبعدين ما أنا معاك أهو. قال لي يعني لو أنتي اتطلقتي من طارق وأنا عرضت عليك الجواز هتوافقي؟ قلت له هوافق يا حبيبي، لكن طول ما متزوجة يبقى أنا بحب جوزي. قال لي طب وأنا؟
قلت له بقولك إيه، أنا هقوم أحضر لك فطار تكون أنت أخدت دش كده علشان نفطر سوا. قال لي دش إيه؟ أنا من رأيي إنك تخليكي هنا. واستمر الحال على كده لمدة يومين. كان عماد يستنى لحد ما أمه تنام ويطلع عندي ونقضي الليلة كلها مع بعض، لحد ما كنا بنتغدى مع بعض في مرة كالعادة أنا وخالته وعماد. وبعد ما خلصنا أكل دخلت الغرفة ودخل ورايا. قال لي لميا، انتي ما تعرفيش السكر فين؟ قلت له ما قدامك أهو. قال لي لا، قصدي السكر التاني اللي تعبني ده. قلت له يا واد بطل قلة أدب، قرب مني أكتر. قلت له يا عناد بس بقى يا واد، اسكت علشان محدش يشوفنا. طب استنى بس بالليل تكون أمك نامت. قال لي مش مستحمل يا لميا. قلت له طب استنى بالليل طيب. سمعت صوت خطوات جاية من بره. شفت طارق وهو داخل علينا مصدوم. قال لي هو انتوا بتعملوا ايه هنا؟ وفضل يشتم فينا جامد، وفضل يقول لي ابن خالته انت بتعمل ايه مع مرات ابن خالتك يا حقير يا ابن الكلب. وفضل يشتم فيه. انت اتجننت يا طارق ولا ايه؟ قلت له ما احنا كويسين اهو، هو كان حصل ايه يعني؟ قال لي انت تخرسي خالص، لسه حسابك معايا بعدين. عينيه كانت كلها غضب. مسك عماد من التيشيرت بتاعه وقال له وصلت بيك البجاحة انك تعمل كده مع مرات ابن خالتك؟ نسوان الدنيا كلها خلصت ومش فاضل غير مراتي؟ ازاي جالك قلبي يا ابن خالتي؟ ده انا بسيبها هنا وبسافر علشان مطمن انك موجود، ولو حصل حاجة بتبقى انت اللي واقف معاها وبتحميها. بتعمل معايا انا كده ليه؟ ليه يا عماد؟ قال له اوعى ايدك كده يا عم طارق، انت شكلك كده تهبلت. هو انت كنت دخلت علينا لقيتنا قلعين ولا ايه وبتشكي؟ انا طيب ماشي هعديها لك علشان انت ابن خالتي، علشان انت ابن خالتي الكبير، انما بتشك في مراتك؟ طب اتجوزتها ليه لما انت بتشك فيها؟ عماد بص ليا كده وهو بيضحك بسخرية، وراح نده لخالته وقال لها تعالي يا ست الكل اتفرجي على ابنك، اتفرجي على تربيتك. وفضل يشتم فيه. ابنك بيحب مراتي، ابنك بيلمس مراتي، ساب النسوان اللي في العالم كله وملقاش غير مراتي يعمل معاها كده. قالت له انت بتقول ايه يا طارق؟ عماد لا يمكن يعمل كده. خالته قربت من عماد كده. صحيح الكلام اللي ابن خالتك بيقوله ده يا عماد؟ عماد كان ساكت وباصص في الأرض. قالت له رد عليا يا عماد، اللي ابن خالتك بيقوله ده حصل ولا لأ؟ خالته بدأت تبصلي كده، وكنت لسه هتكلم أقول لها بصراحة اللي بيقوله ده. قال لي انتي تخرسي خالص، ما اسمعش حسك لحد ما يجي دورك. وقال له أيوة يا عماد، انت كنت بتقول اني ظلمك والكلام ده ما حصلش، بس أنا سمعتك يا عماد، سمعتك وانت بتقول لها مش قادر أستنى بالليل، سمعتك وانت بتقول عليا اني مشاعره ميتة علشان مش مقدر النعمة اللي معايا اللي هي مراتي يعني. أنا بس عايز أعرف ليه يا عماد؟ ليه عملتلك أنا إيه؟ هو أنا كنت أذيتك قبل كده علشان تردها لي دلوقتي؟ أنا ما بعملش معاك غير كل خير. عماد، أنت دلوقتي عندك 24 سنة، عارف يعني إيه 24 سنة؟ يعني اللي قدك دلوقتي متجوز وفاتح بيت وبيصرف على مراته، لكن أنت عندك 24 سنة وأنا لسه بصرف عليك لحد دلوقتي، وعمري ما اتكلمت معاك في أي حاجة، وبعد ده كله بتعمل معايا كده؟ قال له ما السبب واضح أهو قدامك يا طارق، أمال أنت مستغرب ليه بقى؟ السبب إنك واخد كل حاجة، ما سبتلي أي حاجة، متعلم ومتجوز، لا وكمان متجوز واحدة بتحبها، ومعاك فلوس، يعني تقريبا مش ناقصك حاجة، لكن أنا ناقصني. طارق كان فقد أعصابه وصوته كان عالي جدا. قال له وأنا مالي؟ أنا مالي بكل ده؟ انت اللي ما كنتش بتحب تروح الجامعة وعشان كده اتفصلت منها، انت اللي مقضيها كل يوم مع واحدة. هو انت عمرك جيت قلتلي انا بحب واحدة وعايز اتجوزها؟ رد عليا. انت اللي فاشل يا عماد وجاي تعلق فشلك عليا انا. بس ماشي، انا بقى هكمل على اللي انت فيه. اعتبر انك من النهاردة مالكش ابن خاله من دلوقتي. انا ماليش قرايب، ابن خالتي عماد مات، اطلع برا. خالته كانت عمالة بتعيط ومنهارة، كانت بتترجاه ولكن ما كانش سامع اي حد. عماد مشي من البيت وخالته نزلت وراه علشان تلحقه. باب الشقة اتقفل. طارق علشان خاطري اسمعني.
قلتله انت فاهم غلط، الموضوع كان غلط، هو اللي كان بيحاول معايا، أنا كنت بمنعه، وحتى ما كنتش عايزة أقولك علشان ما تخسرش ابن خالتك. صدقني يا طارق، أنا ما عملتش أي حاجة، عماد هو السبب. ضحك كده عليا باستهزاء، قال لي الحرامية برضه بيعملوا كده لما حد بيقفشهم، كل واحد فيهم بيبيع التاني في ثانية. بس انتي طلعتي قوية يا لميا، بتبيعي عماد لكن هو ما باعكيش، هو ما قالش عليكي كلمة واحدة. انتي بالذات عندي ليكي سؤال واحد وعايز رد عليه، أنا قصرت معاكي في إيه؟ قلتله طارق والله صدقني أنا ماليش ذنب. وكأنه تحول وبقى وحش تاني، زعق فيا، قال لي ردي عليا، أنا عملت معاكي إيه وحش يخليكي تعملي فيا كده؟ قرب مني وفي لحظة كان الألم نازل على وشي، قال لي ردي يا لميا، أنا عملتلك إيه وحش؟ كنت ساكتة مش عارفة أتكلم، ولكنه مسكتش، وبعد ثواني كان ضربني الألم التاني، قال لي هفضل أضرب فيكي كده لحد ما تنطقي، فانتي تردي أحسن لك يا لميا. قلتله عايز تعرف قصرت في إيه؟ قصرت فيا أنا يا طارق، انت ما كنتش موجود معايا أصلا، أنا ما كنتش بحس إني متجوزة اسمي بس لكن من غير إثبات. تقدر تقولي انت بتكون فين في يومي كله؟ انت عملتلي ايه خليني أحس إني متجوزة أساسا؟ انت قصرت كتير قوي يا طارق وانت مش حاسس. قال لي هو تقصيري ده حصل بسبب ايه؟ مش بسبب الشغل، بشتغل علشان أصرف عليكي، علشان ما تبقيش محتاجة أي حاجة. لو واحدة غيرك كانت باست ايدي هوش وظهر ورضيت باللي هي فيه، لكن انتي ما عملتيش كده، أصل اللي هتعمل كده هتكون واحدة بنت ناس وبتفهم في الأصول، إنما انتي. قلتله أنا إيه يا طارق؟ انت ناسي إنك فضلت تلف ورايا علشان أبصلك أصلا؟ نسيت لما كنت هتطير من الفرحة علشان أنا وافقت بيك؟ انت اللي ما كنتش تحلم تتجوزني يا طارق. قال لي ليه يا حبيبتي؟ انتي فاكرة نفسك مين؟ ده انتي واحدة رخيصة كمان، إياكي تكوني مصدقة نفسك، انتي اللي ما كنتيش تحلمي إن حد يتجوزك أصلا، كل الناس كانت شايفاكي. ولا نسيتي إنك جاية من وإن أبوكي هرب وساب أمك بعد ما بقت حامل فيكي؟ انتي ناسية أصلك يا لميا، ناسية إني لميتك من الشارع؟ ساعتها دموعي نزلت، قال لي ده اللي انت تستهليه يا لميا، وخلاص أنا ما بقتش عايزك، روحي للي يستهلك انتي، وعماد لايق عليكوا أكتر، انتي طالق، أنا نازل دلوقتي، لما أرجع مش عايز ألمح وشك هنا في البيت، لو رجعت ولقيتك هنا هقتلك. الغضب اللي جوايا مخليني مش شايف ولا عارف أتحكم في نفسي، كان لازم أمشي من المكان ده قبل ما أعمل أي جريمة، وبالفعل مشيت وبعدت، مشيت حتى من المحافظة نفسها، رحت المنصورة، كنت سايق بسرعة كبيرة جدا كأني بطلع غضبي في السواقة، لحد ما وصلت قعدت قدام النيل بفتكر كل اللي حصل، إزاي خدعوني بالشكل ده، إزاي كنت عايش وسطهم وأنا مش داري بأي حاجة. يا معاه كم مرة، لمسها كم مرة، طب كانت بتقول لعماد نفس الكلام اللي كانت بتقولهولي ولا لأ؟ حاجات كتير جدا توجع كانت بتيجي في بالي، حاجات كانت بتموتني بالبطيء، حقيقي أنا مش قادر أصدق. طارق مشي، ما بقتش عارفة أعمل إيه، أروح فين؟ ماليش حد أروح عنده، ما كانش فيه غيره هو. اتصلت بيه قلتله أنت فين؟ قال لي أنا واقف جنب البيت، في حاجة ولا إيه؟ قلتله ابن خالتك طلقني يا عماد. قال لي ياه، ألف نهار أبيض، ده إيه الأخبار الحلوة دي؟ قلتله أنت فرحان إنك خربت بيتي؟ أنت السبب في كل ده أساسا. قال لي هو كده كان مخروب، هو أنت كنتي عايشة أساسا؟ ده كان بيسيبك بالأسبوع ويسافر، وتفضلي أنت كده قاعدة بين 4 حيطان، زعلانة من إيه بقى؟ أنا اللي نقصتك منه، يعني المفروض أقل حاجة تشكريني. قلتله أشكرك على إيه؟ على إني مش لاقية مكان أبات فيه النهاردة، ولإني مش هعرف أصرف على نفسي وهتشرد في الشوارع. قال لي هو أنا هسيبك ولا إيه؟ أنتي خلاص بقيتي بتاعتي، أنتي من دلوقتي مسؤولة مني أنا، وأي حاجة تحتاجيها اطلبيها مني، وما تقلقيش عندي ليكي مكان تباتي فيه. قلتله ده فين ده؟ قال لي شقة كده كنت مأجرها بروحها لما أكون عايز أروق كده على نفسي، هسبقك أنا على هناك وهبعتلك عنوان في رسالة، ما تتأخريش علشان النهاردة هتبقى ليلة ما حصلتش زيها قبل كده. قلتله يا واد ده وقته؟ قال لي أحلى وقت، يلا بس تعالي بسرعة وما تتأخريش، مستنيكي يا قلبي. هو أنا دلوقتي مش عارفة أعمل إيه،
أروح لعماد زي ما قال لي يبعت لي العنوان وأروح أعيش معاه وبعد العيد ده نتجوز، ولا أعمل إيه؟ خلاص جوزي طلقني، أنا عارفة إني غلطت بس هو اللي قصر في حقي كتير، ودي آخر الواحدة لما تكون محتاجة جوزها ما يكونش جنبها. ياريت تقولولي أعمل إيه؟ أكلم ناس تصلح اللي بينا ولا اللي اتكسر عمره ما يتصلح؟ ياريت تقولولي رأيكم في الكومنتات، أنا مستنية رأيكم تقولولي أعمل إيه. ودي كانت حكايتي معاكم النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة.